السلام عليكم اخواتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كلشي بخير؟ عائلاتكم وكاع الناس اللي عزازين عليكم يا ربي يكونوا على احسن ما يرام. اليوم غادي نقدم لكم الشهده او خليه النحل. تتجي رائعه، تتجي شيشه بحال القطن، وتتجي لذيذه ايضا بواحد المكونات اللي هي جد بسيطه ومتوفره في البيت. بلا ما نطول عليكم نبداو حبيباتي في المقادير. عندنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض، مهم على حسب شحال غادي يهز لينا، على حسب النوعيه ديال الدقيق. وعندنا خماره من فئه 8 غرام، وعندنا فاني، وعندنا كاس لاروب ديال الزيت، وعندنا كاس لاروب ديال السنيده، وعندنا 2 كيسان ديال الحليب الا ربع، يعني 2 كيسان لاروب، وعندنا 2 بيضات، وعندنا خميره حبيبات، وهنا غنستعملوا ملعقه ديال الزبده. نبداو على بركه الله. نبداو حبيباتي نوضعوا الحليب. وحقا نسيت ما قلتش لكم، حيت كنت نسيت ما حطيتش ملعقه ديال هاد الليمون معسل. انا ديجا تنعسلو ديال الدار يعني، وتنخليه تنحتفظ به الا بغيت نديرو في الكيك او هكذا البريوش او اي حاجه تيصلح ليها. هاد تيجي رائع صراحه، تعطي واحد المذاق جد رائع. اللي بغى يكتفي غير بهاد الفاني ما كاين حتى مشكل. انا تنبغي نديرهم بجوج، تعطي واحد اللذه رائعه في البريوش. صافي دابا غنديروا الخميره، وغنديروا هاد الخميره حبيبات، ونخليو هادشي يتفاعل. ايضا نديروا السنيده، نديروا الزيت، نخليو هادشي اخواتي حتى يتفاعل لينا واحد 5 دقائق بحال هكذا. صافي ونكملوا العمليه. صافي اخواتي غادي نضيفوا 5 من بعد. حقا راه نسيت 2 بيضات درتهم، ما تنساوهمش اخواتي. ودابا غادي نضيفوا 5 المعالق ديال الدقيق الابيض، ونخلطوا 3 5 ولا 6. صافي ونخلطوا. تقدروا ديروا هادشي في هكذا في البول بهذه الطريقه، ولا تقدروا تعجنوا هاد الشهده او خليه النحل في الاله ديال العجين او الروبو. تيسهل العمليه بحال هو تيسهل العمليه. نزيدو ملعقه. صافي ونخليو هاد المكونات اخواتي يرتاحوا واحد 10 دقائق. غنخليوهم 10 دقائق يرتاحوا وعاد نرجعوا. صافي اخواتي من بعد ما ارتاح لينا العجين غادي نكملوا بقيه هاد الدقيق. السر في نجاح هاد البريوش او خليه النحل خاص يكونوا خفاف، خاص العجين يبقى عندنا خفيف. كل ما كان العجين خفيف تتعطينا واحد النتيجه ناجحه. النتيجه تتكون ناجحه اخواتي. اذا واخا يعذبنا واحد شويه يكون خفيف ولكن تتعطي نتيجه ناجحه. اما الا كان العجين فيه كثير ما تتعطيش، تيجي بحال اللي تنقولوا تيجي مدقس من الداخل وما تيعطيش، ما تنجحش معنا العمليه. صافي غادي نبقاو اخواتي تنجمعوا العجين ونتلاقاو.
صافي من بعد ما جمعناها حبيباتي خصها تكون تتلتصق لينا العجين، تيلتصق. كل ما كان العجين على بهذا الشكل هذا وبهذا القوام هذا، كونوا على يقين حبيباتي غادي تنجح معكم، ينجح معكم البريوش ديالكم ويجيكم جد ناجح. دابا صافي غادي نزيدوا ليه هذه الملعقه ديال الزبده ونعاودوا هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش ندير ليه. ما تنحتاج لا ندلكو لا والو، حتى نخبطوا بيديا صافي. دابا غندخلوا فيه هاد الملعقه الكبيره ديال الزبده درناها فيه، نحاولوا ندخلوها فيه هكذا حبيباتي، هكذا صافي. وملي نحسوا بها صافي كامله دخلات، الزبده كامله دخلات في العجين ديالنا، غادي نخليوها ترتاح تقريبا ساعه المكانه. المهم على حسب الحراره ديال المنزل اللي عندكم وعلى حسب الجو، غادي تخليوها ترتاح ونتلاقاو صافي. هانتوما كما تلاحظوا معايا تنبقاو نديروا لها غير بهاد الطريقه هذه حتى تدخل هذيك الزبده كامله تدخل في العجين، او ميم طون بحال تتدك لينا بهاد الطريقه هذه اخواتي صافي. وخصها تكون على هاد الشكل هذا باش تجيكم هذا البريوش ديالكم ناجح. يعني البريوش ما تيبغيش يعني نكثروا فيه الدقيق، يعني خصو يكون خفيف الصراحه، خصو يكون خفيف صافي. دابا غنخليوها اخواتي ترتاح لينا تقريبا ساعه الا ربع بحال هكذاك ساعه. المهم على حسب الحراره ديال الجو وعلى حسب الحراره ديال المطبخ غادي نخليوها حتى ينتفخ لينا العجين صافي. اخواتي من بعد ما اختمر لينا، ها هو صبع على هذا الشكل اخواتي. بعد ما اختمر لينا العجين غادي نبداو نعملوا منه كويرات في هاد اللاطه هذه. غادي نستعنوا اخواتي بالزيت، بالقليل من الزيت باش يساعدنا اننا نعملوا هاد، حيت دابا العجين خفيف عندنا هانتوما اخواتي شي خفيف. غادي نحاولوا، ولكن راه غيجي في الاخير رائع هذا البريوش، لانه غادي يكون خفيف. ها هو غادي نحطوهم بحال هكذا. ندير معكم ايضا وحده اخرى. غادي نحطوا هاد الشوكولاته اخواتي في الوسط صافي، ونعاودوا نسدو. واخا تشوفوه بحال هكذا ولكن راه تيجي رائع. صافي وغادي نكملوا على هاد نبقاو مستمرين على هاد الطريقه هذه اللي وريتكم. نحطوا الشوكولاط بحال هكذا ونسدو صافي. نبعدوهم غير واحد شويه اخواتي، باش ملي يلقاو اتساع فين يتلاصقوا صافي. وغادي نبقاو مستمرين حتى نكملوا الباقي صافي اخواتي. من بعد ما اختمر لينا البريوش ديالنا او هاد الخليه ديال النحل، غادي ندهنوها. درنا هذا اصفر بيضه مع اي حاجه، المهم درتها انا مع القهوه سريع الذوبان، خلط حتى دابت صافي. غادي ندهنوا بها وغادي نديروهم اخواتي يطيبوا في الفران على درجه حراره ما تعداش 180 درجه بالنسبه للفران الكهربائي، وبالنسبه اللي عنده فران عادي على درجه عاديه، ما تكونش مرتفعه باش ما نخطفوهمش حبيباتي في الطياب ويبقاو لينا الوسط معجنين ما تيجيوش زوينين. نخليهم على درجه متوسطه تيطيبوا على خاطرهم. بسم الله. صحوني تيجيو خفاف
تيجيو هاد خليه النحل او البريوش بصفه عامه. هاد هي الطريقه ديالي المعتمده، تيجيوني خفاف بزاف. صافي غنبقاو حبيباتي على هاد الشكل حتى نكملوهم ونحاولوا عليهم باش باش ما نهودوهمش، ما ننزلوهمش هذاك الهواء اللي فيهم لداخل، ما ننزلوهمش غير بشويه حتى نكملوا. صافي انا ما غاديش ندير فيهم هذا السمسم او الجنجلان حتى يخرجوا، غادي نزينهم بحاجه اخرى. بقاو معايا. وهيا اخواتي، من بعد ما طابت لينا الشهده ديالنا او خليه النحل صبحت على هذا الشكل، زيناها بهذه الطريقه هذه. عندكم الاختيار تزينوها باش ما عجبكم بالجنجلان ولكن الجنجلان في الاول ولا هذا. المهم انا زينتها بفرميسيل شوكولا، زينتها برقائق اللوز. وقبل تزينوا دهنوها بالعسل او المربى الكونفيتور او الناباج اللي كان عندكم موجود. المهم نقسم لكم واحد منها، واحد الطرف وتشوفوه. ها هو حبيباتي، شتيها تجي خفيفه بزاف، تجي خفيفه. نتمنى تعجبكم، وإلا عجباتكم ورقه الاستحسان ديالكم ما تنساوش تجربوها وتقاسموها مع الاصدقاء والمعارف ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك وتعليق، واللي مازال ما تابوناش في القناه ديالي تابونا معايا يا احلى اخوات. وهنا نقول لكم سال الفيديو، الى لقاء قريب مع فيديو جديد. الى اللقاء حبيباتي.